البنات كي دايرين؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. مرحبا بكم معايا في قناتي شهوات وافكار. نتمنى ان وصفاتي تكون تطرقكم وتتنال الاستحسان ديالكم. اليوم هنحيدوا شهوات جانبا، واخا تشوفوا الطنجره وتشوفوا الليمون، وهنديروا الافكار ديالنا. هنشاركوا معكم بعض الافكار، نتمنى انهم يعجبوكم ويروقكم ان شاء الله. الفكرة الأولى هي لتعقيم ولتطهير المنزل، تتخليه برائحة زكية وعطرة، بحال الأوتيلات ديال 5 نجوم. هاد الوصفة هذه بسيطة وبمقادير تيكونوا عندنا في البيت ديالنا، إلا أن النتيجة ديالها رهيبة. عندنا واحد القدر غنديروا فيه واحد القدر من الماء، وهنوضع فيه واحد الليمونة أو برتقالة مقطعة دوائر، وكذلك ليمونة أو حامضة مقطعة هي دوائر، وكذلك 2 عواد ديال القرفة من هذا النوع، هذا الرومية، وكذلك شوية ديال القرنفل وشوية ديال الباديان. هنشعل عليهم النار ونخليهم حتى يبداو يطبخوا، وكل ما هي تطبخ كل ما الجو ديال البيت والاماكن ديال البيت تتعطر بهذه الرائحه الزكيه. البنات هنا راه كان عندي واحد الكوموند في هذه الوقيته هذه، كان عندي كوموند ديال بساطه الحوت، وعرفتوا البسطيله الحوت وما ادراك ما بسطيله الحوت. الروائح حتى من الحيوطه تيشموا ريحه الكالامار والكروفيت الى اخره. من ساليتها ومونطيت البسطيله ديالي، درت هاد الوصفه هدايا، ما شاء الله خلات لي البيت الريحه ديالو ما شاء الله عطره. هنا البنات عندي هاد بيكربونات الصوديوم، هنستعملها ان شاء الله لهاد القواد ديال اللافابو وكذلك ديال الحمامات، تنستعملها لهم، ما تتخليش ليا الريحه الكريهه في الحمامات، ولا واخا ما تكبوش الماء وداكشي ما تيبقاش الريحه كريهه. هنا درت بيكربونات الصوديوم، وضفت عليهم كذلك الخل الابيض، وتنخليهم. هنا الوصفة الثالثة البنات، عندنا كل بيت يستعمل الصابون ديال غسل الايدي اللي فيه الرائحة زوينة. هنا تيبقى لك الصابونة تقريبا ما تتبغيش، واخا تستعملوا فيها تتبقى الصابونة. انا ما ترميش هذاك الصابون، تنغسلو تنخليه ينشف وتنحطو في شي قارورة اولا في شي نحطو في شي بلاصه حتى تتجمع عندي واحد القدر عفوا لا باس به من الصابون. من بعد تندير الماء يكون غليان وتنكبو على هذا الصابون تيترخى، تنصبن به الدرور ديالي ديال اللي تنخرج بهم لي فولاغ ديال الحرير، ما تيحافظوا لي على لي فولاغ، ما تيخليوهمش يشهلوا بالصابون، لانني اصلا ما تنستعملهمش في الغساله، ندوزهم غير بين يديا. هذا الريحه ديال الصابون، خصوصا هذا الصابون اللي تيكون فيه الرائحه زوينه. وكذلك تنستعمل فكرتوني هذاك تنستعملهم الفيطات للحوايج الداخليه. هنا الوصفه الرابعه اللي هي خديت واحد القاروره، هنا هذه ديال البندوش تتهز لتر، درت فيها واحد الكاس ديال جافيل، وكذلك كاس ديال ساني كروه، واللي عنده هذيك غودا هذوك اللي تيديروا فيهم النقيطات يستعملوا منهم شي شويه ويعمروا بالماء. والكماله هنكملهم بالماء. البنات هذه راه طريقه زوينه في لي طواليت. هنا البنات هنسد القاروره ديالي بعد ما تملات بالماء، الا ان واخا كنا تنعرفوا نسدوا القاروره، الا انني غنحيد ليها هذاك الجنيب بالغطا ديالها باش ما يكليش ليا. وكذلك هاد القاروره تتعمل على 2 الحوايج، انها تعطينا المعطر للطواليت ديالنا، وكذلك تدير الماء اقتصادا على الماء. هنا البنات واخا يكونوا الدراري صغار دازوا الطواليت وما دوزتيش موراهم، من تيكبوا تكون الرائحه زكيه وعطره في المرحاض. اعزكم الله.
هنا البنات هننتقلوا لهاد الوصفه هذه اللي هي وصفه رائعه. عندي هنايا فوط ديال الحمام، هذه الفوط الصغيره ديال التواليت، هنستعمل لهم زيوت عطريه اللي عندي هنايا، عندي ديال الخزامه وعندي ديال الورد وكذلك عندي ديال الياسمين. كمان نحتاج في هاد الوصفه الى القطن، هذا الكويس كويس كما بغيتو يكون، وكذلك القطن ديال العينين. هنا هذا القطن ديال العينين هنا نحلو باش نرش فيه الزيوت ديالي. هنا الزيوت نحاولوا اننا نختاروا ما نديروش نخلطوش الزيوت مره واحده، تنحاول انني نرش كل مره باش تندير. هنا عندي زيت ديال الياسمين وكاين تما زيت الخزامه والزيت ديال الورد، وبعض المرات يكون عندي حتى ديال الفاني، وتنديرهم لتحت في ما بين الفوط. خاصكم تشموا البنات الرائحه اللي تنشم دابا، واحد الرائحه ما شاء الله غزاله. عرفتوا زيت الياسمين كي تيكون. هاد الزيوت العطريه نستعملوها كذلك حتى مثلا ملي تيمشي لينا الشم ولا تيكون ضربنا البرد وتيمشي الشم، حتى هي تنستعملوهم. تيحاولوا يرجعوا لينا الشم ديالنا. انا كنت نستعملهم حتى لبنتي في ايام ديال كورونا، كان جاها البرد، ضربها البرد ومشى ليها الشم والذوق، وكنت نستعملهم ليها. كذلك البنات هاد الزيت ديال الياسمين درتوه في هاد الكويس بحال هكذا، وتنديروه في البلاكارات اولا في البيت النعاس محطوط فوق الكوافوز. هنا حتى الريحه ديال الخزامه رائعه، وما منكتروش بزاف باش عاوتاني ما يخنقوناش هذوك الروائح. صافي تتبقى هذيك الريحه ما شاء الله تدور في الحمام، حتى وكان تمشي نعاودو نديروها وهكذا. البنات صدقوني هاد الوصفه تجي رائعه، جربوها. الرويحه ديال الحمام ديالكم تتعطي من حلايه حتى تحلوا الحمام ما شاء الله، تتعطيكم هذيك الرائحه الزكيه. كذلك هاد الورد هذا اللي تنستعملو انا حطاه في الدخله ديال فوق الموبل ديال السبابط، حتى هو تنستعمل له الزيت، تندير له هاد زيت الياسمين، تيعطي هو رائحه زوينه. كل مره نتوما حاولوا ديروه بزويته مختلفه. كذلك هاد القطينات هادو هما تنصايبهم وتندير مثلا 2-3 وتنديرهم في هاد الساشيات بحال هادو هما، وتنلحهم مع الكواش ديالنا. تيبقاو ملي تتحلي الكاشه واخا دوز عليها شهور تحلي الكاشه تتبقاي الرائحه ديالها زوينه وتغطي بها وانتي مرتاحه. واصلا زيت الخزامه راه تيريح اصلا ديال الاعصاب، وتندهنوه ملي تيكون معصبين وداكشي. زيت الخزامه راه زوين لاراحه الاعصاب. كما البنات هاد الساشيات الصغار تنعمرهم بشويه الخزامه، شويه القرنفل، شويه الورد، وتنديرهم مثلا في البيت الكلاس هكذا تتكون تعطيو رائحه زوينه. بالنسبه للتواليت بابيجينيك تنشدو هذيك الكرتونه الدخلانيه ديالو تنرشوها بشويه ديال مثلا كنا رشينا الفيطات بزيت ديال الياسمين، تنرشوه حتى هو بزيت ديال الياسمين باش تكون رائحه موحده وتتكون وتعطي رائحه تدوم مده طويله. درنا زيت اخر كذلك تنديروا حتى الفوط تنديروا ليه زيت اخر. وكانت هذه هي النهايه ديال الوصفه ديالي. تنتمنى انها تروقكم وتنال الاستحسان ديالكم، وشكرا بزاف للمتابعه الدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.